اهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات MK Front End Academy. هنكمل مع بعض شغلنا على كروس اوبريشن، والنهارده هناخد حاجة مختلفة جدا الا وهي الايمج. اي صورة عندنا تقدر طبعا تحطها على الموقع. عشان تحط برودكت فانت لازم تحط له صورة. طيب، ما كناش جربنا الصور قبل كده لان دي حاجة يعني فيها شرح شوية، فاجلناها لاخر المحاضرة ان شاء الله معانا. طيب تعالى نلعب الاول في اليو اي، نقدر نظبط الشكل بتاعنا او ال HTML بتاعتنا، وبعد كده نشتغل على الجافا سكريبت. يلا بينا. اول حاجه عايز اغيرها، عايز اخلي فيه هنا تابة تضيف فيها الايمج. طيب، بعد الانبوت بتاع البرايس هنقول له انبوت تانية، ونخليها بدل التايب بتاع تكست نخليها فايل، ونعمل لها بليس هولدر ونقول له انتر ايمج. تمام، ونخلي البوتومز دي خارج الديسبلاي، ونديها كلاس، ونعمل مثلا مارجن توب 4. تمام، ممتاز جدا كده. تلات ملفات حوالينا. ممكن كمان نديله كلاس ونديله فورم كنترول، بحيث ان هو يبقى ايه ليه ملف كده. ممكن كمان نخليه سطر لوحده بالشكل ده، ونديله مارجن توب 3. بس عايز ايه اخليه لوحده. تعالى هنا برضو نخلي الانبوتس دي ونديها كلاس، وادي فورم كنترول، بحيث ان يبقى ليها شكل كده ايه منمق شويه. تمام، احنا عندنا كل حاجه موجوده. ادي البرودكت نيم، لو افترضنا مثلا كمثال نخليه بي سي، والبرايس بتاعنا 200، وعملنا اد برودكت بي سي و200 شغاله مفيهاش اي مشكله. تمام، والاري بتاعتنا شغاله وكله تمام. طيب، حابين نختار ملف، نختار مثلا نختار ده، ونعمل اد برودكت. مفيش اي حاجه هتتغير، مفيش ايرور عندنا الحمد لله. تعال نشوف الايرورز، مفيش ايرورز. تمام، خلاص يبقى احنا كده بدأنا اول عنصر. طيب، الكلاس بتاعنا اللي اسمه image، او اللي هو الفايل يعني، هنديله اي دي وهنسميه برودكت image. ماشي، دلوقتي انا عايز امسك العنصر ده بكل بساطه. نخش على الجافا سكريبت ونعمل let product image بيساوي document dot get element by id، واديني الايمج بتاعتي. طيب، قبل ما نبدا اي حاجه، انا عايز لما ادوس على اد برودكت يظهر لي الفاليو او الاوبجكت ده ايه اصلا. خلاص، فاجي عند الاد، وبعد ما ادوس اد اعمل لي لوج للبرودكت ايمج. ماشي، تعال نختار ملف ادي واحد نعمل له اد. قالك والله ادي الانبوت كله، والاي دي بتاعك اهو، والكلاس والفايل وكل حاجه. طيب، بما انه هو في هنا فاليو صح كده، تعال نشوف الفاليو بتاعته. دوت فاليو، وعملنا اد. قالك الفاليو بتاعته سي فيك باص واسم العنصر. انا بالنسبه لي اسم العنصر ده هو الاهم، ده النيم بتاعته، ده النيم بتاعه. وسي فيك باص ده حمايه ليك انت، علشان ما حدش يعرف انت بتستخدم انيو باص، فهي طبعا حمايه ليك. فالفاليو كده بالنسبه لي هتبقى مجهوله شويه، لان انا لازم اعرف اصلا ملف اتاخد من منين. طيب، فالفاليو بتاعتي كده هتبقى الى حد ما مش صح. طيب، قالك بكل بساطه، بما انه هو ملفات، فانا عايز اجيب الملفات كلها. ادي الفايلز، نعمل اد، هنعمل اد. قالك الفايل ليست اهو. قالك الفايل الاولاني او فايل زيرو بيساوي واحد والنيم بتاعه، يبقى هو كده جاب لك الملف اللي جوه اسمه ايه، اسمه واحد دوت جي بي جي، ده اول ملف، والسايز بتاعه كذا.
طب انا ممكن استفاد ايه بالسايز؟ استفاد ان انا دلوقتي اقول له ان اليوزر مثلا ما يقدرش يستخدم اي ملفات غير بحجم معين، فبالتالي ممكن اكسس على فانكشن او على الاتريبيوت اللي اسمه سايز. ماشي. والنيم، طب انا عايز النيم. لو انا جيت كتبت دلوقتي دوت نيم وجيت عملت اد، هيقول لي undefined. طب ليه يا عم undefined؟ كنت لسه شغال. تعال نمسح ونسيف ونعمل اد. حلو. شايف ده ايه؟ ده فايل ليست، يعني ده ليست. فلو عشان اكسس اي ليست اعمل ايه؟ ده ليست الاري ليست. فعشان اكسس اي حاجه من عليه لازم استخدم الاري. يبقى فايلز اوف زيرو مثلا، ان هو اوريدي عنصر واحد بس اللي بيستخدمه. ادي الفايل وجاب لك الفايل بتاعه. هنا اقدر اكسس النيم بتاعه، دوت نيم. حلو جدا. يبقى كده انا مسكت العنصر نفسه اللي انا عايز استخدمه. فاضل لي ايه؟ فاضل لي الباص بتاعه. الباص اللي هو ايه؟ قالك الباص بتاعي اللي هو ايمج، اللي جوه الملف بتاعي. طيب عشان اضيفه بكل بساطه هنا في البرودكتس، يبقى انا هعمل اوبجكت جديد فيه داتا مختلفه. فادي الايمج، وادي بين قوسين، وادي العلامه. طيب عايز احط ايه جواه؟ عايز احط الباص الاولاني زائد الفايل نيم بتاعه. يعني لو جيت دلوقتي كتبت ان ده هيساوي البرودكت ايمج دوت فايلز اوف زيرو دوت النيم، وجيت عملت اد. تمام. تعالى بدل ما نعمل لوج كل ده، خلينا نعمل البرودكت دوت ايمج ونعمل اد. كتب لك العنصر كويس جدا. ماشي. بس انا لما اجي اعرضه، مش هينفع اعرضه في المكان ده من غير الباص بتاعه، لان هو مش هيقراه اصلا. فانا عايز اضيف كلمة او جملة قبل الباص ده. طيب هنعملها ازاي؟ تعالى ناخد نمسح ده ونستخدم الباك تك. طيب انا ايه الملف اللي بستخدمه؟ تعالى نشوف. الملف اللي بستخدمه اسمه images. يبقى انا اضيفها هنا بنفس الطريقة، images سلاش. هو اوريدي اكسس لي على كل العناصر زي ما انت شايف، يعني أنا اختار واحد واثنين وثلاثة اربعة. فانا ممكن اخليه اي رقم، بس انا عايز المستخدم هو اللي يختار، فهديله الجزء اللي انا مسحته. بس قبل ما اديله لازم اعمل له الدولار ساين جوه علشان يبقى مختلف. فبالتالي لما اجي دلوقتي اكسس اي عنصر من العناصر، الايمجز دي هتبقى موجوده والباص بتاعي على طول. خلاص. لو جينا حتى عملنا البرودكتس، قال لك والله ده ايمجز اوف 1، يبقى انا كده حددت العنصر اللي انا عايزه. تمام. وعملت كمان الباص بتاعه. تعال ننزل شويه ونمسح كل اللي احنا عملناه ده، يعني احنا عملنا حاجات كتير. اوكي. تمام. ماشي. في الديسبلاي. طيب انا دلوقتي عايز اعرض الديسبلاي بتاعي. قبل ما اعرض الديسبلاي هخش على الاندكس. هنشوف هنا عندي في التيبل بتاعي، عندي التيبل هيد بتاعي في النمبر وبرودكت نيم على طول. لا انا عايز اضيف تيبل هيد تانية، واقول له ان دي البرودكت ايمج. ضافها لي هنا. ممتاز جدا. خلاص. ايه اللي ناقص لنا؟ الديسبلاي. تعالى في الجافا سكريبت نخش على الديسبلاي. الديسبلاي بيعمل اوريدي لوب على العناصر كلها. طيب فانا عندي التيبل داتا. اول عنصر هو الرقم، والعنصر التاني اللي هو الايمج. فنعمل له ادي تيبل داتا. التيبل داتا دي جواها ايه؟ جواها ايمج. السورس بتاعها، بتاع الصورة، هو ده اللي انا هتلاعب فيه. يبقى هو الصورة، السورس بتاعها هي اللي هتساوي البرودكت اوف اي دوت ايمج. انا باكسس اللوب، بعمل لوب على الاوبجكت بتاعي. فالاوبجكت انا مديله الكي بتاعي ايمج والفاليو بتاعته دي، فانا هلوب على الايمج. ماشي. سيف. ماشي. عندنا ايه تاني؟ حاجة أخيرة، احنا المفروض بنعمل كلير داتا. فأنا عامل البرودكت نيم والبرودكت برايس. فاضل إن أنا أعملها
للبرودكت ايمج، برضو بديله يساوي empty string، وما ننساش دوت فاليو. حلو جدا، لما اجي اعمل اد هيمسح لي العناصر كلها وضاف لي هنا الصورة. تعالى نعمل ديليت. ماشي، عايزين برضو نعمل شوية enhancement الجزء الأخير بتاع الإيديت والديليت. ده تيبل داتا، نديله حتى كلاس، ونعمل له display flex عشان نظهروا جنب بعض. طيب خلينا نعمل اسم الجهاز بي سي، البرايس بتاعه 1000، والفايل بتاعي هيبقى اسمه مثلا واحد، اد برودكت. ده الشكل بتاعنا. طيب حجم الصورة هنا كبير قوي، فممكن نلعب في الصورة، نديها هنا كلاس بيساوي، ونخلي مثلا الويدث 25. ماشي، ممكن نعمل كمان هنا جاب اوف 2 عشان تبقى ايه بعيد عن بعض شوية. والتيبل رو ده كله ممكن نعمل له برضو كلاس، يعني كل ده بنعمل انهانسمنت بس للفيجوال بتاعنا او اليو اي بتاعنا. ممكن نعمل دي تكست سنتر. ماشي، ده كده الى حد ما كويس معانا جدا، ممتاز. طيب عايزين نضيف صورة تانية، تعالى نختار بي سي 2 مثلا 500، ونختار صورة تانية 3 مثلا، ونعمل اد ايمج. طيب انا بدوس دلوقتي، لما ادوس على edit المفروض ان الفاليو بتاعت البراوزر ده تتغير. او لو انا جيت عملت كده براوز وعملت 4 مثلا وعملت ابديت، المفروض العنصر بتاعي يتغير. طيب خلي دي في محاضرة منفصلة مخصوصة ليها عشان برضو نراجع على اللي احنا خدناه قبل كده. اتمنى النهارده المحاضرة تكون خفيفة وبسيطة، اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. اشوفكم في حلقة جديدة. كان معاك محمد صالح من ام كي فرونت اند اكاديمي. متنساش تشترك في القناة وتتابعنا عشان يوصلك كل جديد. تحياتي، مع السلامة. Right, MK for Web Solutions.